اليوم رح نتعرف اكثر عن كل هيدي المواضيع مع الكابتن عمر مرشو. صباح الخير واهلا وسهلا فيك يعطيك كابتن. العافيه. اهلا وسهلا فيك. حضرتك مؤسس قناه الصيد البحري بلبنان. صح. خبرني اول شيء شو هي قناه الصيد البحري؟ هي كل شيء بخص البحر، ان كان غطس، فري دايفنج، سكوبا دايفنج، سبير فيشنج، صيد، تعليم الصيد، كل شيء هوايات بحريه، كل شيء بخص البحر. حتى شو اسمه يعني توثيق حياه جديده بالبحر، اسماك جديده، فصائل جديده. يعني المجال واسع وكبير. كثير كثير كبير، كل شيء بخص البحر نحن موجودين بنوثقه. اليوم اخترت موضوع التيارات البحريه، هل يا ترى نحن بموسم التيارات البحريه؟ نحن كل اول صيف قبل ما يبلش موسم السباحه والعالم تنزل على البحر بنشدد على موضوع التيارات البحريه، لانه كل سنه من وراء التيارات البحريه بنفقد غريق او غريقان. اول ما يبلش موسم السباحه هو بيكون العدد كثير كبير، بس سنه عن سنه الحمد لله عم بيخف من وراء الفيديوهات اللي عم نعملها. يعني اول حدا بلبنان اذا بتفتشي انت عن التيارات البحريه بتكتبي بالسيرش تيارات بحريه بيطلع لك بس نحن بس انا يعني عملنا فيديوهات، ومن وراء هالشيء صارت تخف الحالات الغرق كل سنه. يعني هلا نحن هالسنه بس غريقان لهلا، يعني مش مبسوطين انه بس غريقان، اكيد بنزعل انه في غريقان، بالنهايه هيدا اهمال طبعا. بس خف كثير عن المواسم اللي قبل. يعني صارت العالم تعرف شو يعني تيار، صارت العالم تعرف انه الهواء قوي يعني الموج قوي يعني البحر قوي. خلينا نشرح شو الفرق بين التيار وبين الموجه، بين المد وبين الجزر. هلا المد والجزر ما بيخوفوا، يعني المد والجزر بين انه المي تعلى والمي توطى هذا شيء طبيعي ما بيخوف. اللي بيخوف هو الامواج، سرعه الامواج. اوكي. نحن لما يكون في الهواء، نحن ليه بنحذر العالم لما يكون الهواء قوي ما تنزلوا على المي، بس يكون الهواء قوي يعني الموج قوي. لما يكون الموج قوي هون بتتولد التيارات، وخصوصا على الشواطئ الرمليه. اوكي، يعني الموج القوي هو يلي بيولد التيارات. هيدي الصوره بتوضح هيدا الشيء. هون هون نحن عم نشوف نحن التيار كيف بيكون شكله. هيدا رسم توضيحي. هلا اكيد هو له عده اشكال بالمي. التيار هو عباره عن جرف دافئ مثل النهر الدافئ من الشط لبرا للغمق، بيسحب سحب يعني. ايه بيسحب سحب. عم نشوف نحن كيف بنعرف شكله للتيار. نحن بنشوف امواج على الشط، بالنص بنلاقي مطرح، مثلا مرات بنلاقي بين الامواج مطرح فاضي ما في امواج، العالم تركض لتتسبح فيه، بيفكروا انه هيدا مكان امن للسباحه. بغر. اوكي. بيفكروا انه هم ما في موج، انه هيدا منطقه امنه، هيدي منطقه امنه للسباحه، هو بالعكس هي اخطر منطقه هيدي. هلا هون بيجوا مثلا الناس بيقولوا لي بدي اتسبح هون بهيدا السبوت، هيدا السبوت ما في موج، وهو بيكون هذا التيار بيقوم بيسحبهم لبرا. هو بيسحب لداخل البحر ولا لعمق البحر؟ هلا في عالم كثير عندها مخاطئ، عندها يعني اشياء خاطئه، مفاهيم خاطئه لفهم التيار. التيار هو شيء مش كثير خطر، يعني خطر ومش خطر. هيدا التيار في ناس بيستعملوه، سباحه وغطيسه بيستعملوه لانه يطلعوا بسرعه لبرا. طيب بيستعملوه ليجرفهم. يعني حتى راكبين الامواج مرات بيستعملوه لانه يوصلوا لبرا بطريقه سريعه. اوكي. هلا نحن لما السباح يعلق بالتيار، او اي ولد او اي حدا عم بيعلق بالتيار، التيار حيسحبه لبرا ما حينزله لتحت. ما بينزل، هو التيار ما بيشد لتحت، يعني هو بيسحب لبرا. لتقطع من التيار مش بدك تسبح تحت التيار. لا نحن في مفاهيم خاطئه عند الناس، بيقولوا لك انزل اغطسي ارجعي اطلعي. هيدا الشيء غلط. يمكن اذا نزل ما يعود يقدر يطلع. اوكي. وفي ناس بيقولوا قال سلاح الشورت وكبه، لا شو هيدي كلها خرافات. قال سلاح الشورت وكبه، ببطل يسحب قال التيار. انه بيسحب التيار الشورت، قال بيتركك الك، بيسحبه هو والشورت ساعتها. بده يخدع ومفكر. هيدي كلها خرافات. هو الطريقه الوحيده انه نحن نخلص من التيار. التيار شغله صحيح خطره بس كثير هينه انه نطلع منه ونقدر ننجى منه. الطريقه الوحيده هي انه نحن نسبح بمحاذاه الشط، يمين او شمال، باتجاه الشط. يعني اذا علقت بمحاذاه الشط، اذا سبحنا رجعنا بعكسه حنتعب، هون حنغرق. يعني بدي امشي باراليل مع الشط. باراليل مع الشط، بس نطلع من التيار صوب الموج، منطقه فيها موج، ساعتها الموج بيدفشنا. اما اذا سبحنا بعكسه للتيار رح نتعب، رح يضل التيار يسحبنا لورا، يعني كانه عم نسبح بعدنا محلنا ورح يشدنا لورا. بدنا يا نطلع يا يمين يا شمال، ما فينا نسبح بعكس التيار. لا بنسبح بعكسه ولا بنخليه ياخذنا ولا بننزل من فينا نخليه ياخذنا لبرا، بنرخي حالنا نسبح وبخليه ياخذنا لبرا، بينتهي التيار.
التيار في سبوت بده ينتهي فيها التيار. يعني هون كابتن بفهم الخوف هو يلي ممكن البانيك. يفشل. بس نعمل بانيك نحن رح نصير نعمل مجهود اكبر، رح نتعب اسرع. اوكي. وراح يسحبنا وساعتها رح نغرق. بس هو التيار مش مثل ما العالم بتفكر انه هو دوامه رح تسحبنا نزول، ما في، مش دوامه. هو بس مجرد سحب دفق مي لبرا. هيدا الشيء بيستعملوه راكبين الامواج لانه يوصلوا لبرا بطريقه اسرع. بيستعملوه السباحه الغطاسه وهيك. يعني وقت الواحد يفهم شو يعني التيار بيقدر يعرف. ونحن كرمال هيك انا كل اول صيف بطلع بشرح للعالم على كل السوشيال ميديا عندي، على كل صفحاتي، بقول يا جماعه التيار ماشي بخوف، التيار بس نفهم ونعرف كيف نتعامل معه رح نكون نحن بامان. طبعا. طيب بصير بس على الشط يعني، ولا اذا واحد كان جوات البحر ممكن يكون في تيارات؟ هلا بالبحر، بكل البحر وين ما كان في تيار بيكون عباره عن تيار. في مرات بتكون تيارات خفيفه، هو عباره عن سحب. يعني مرات بيكون تيار خفيف، مرات بيكون تيار قوي. بس تيارات الخطره اللي ممكن تأذي وتسحب بقوه هي التيارات على الشواطئ الرمليه. أوكي. اخطر شيء الشواطئ الرمليه. طيب وبصير الغرق على الشط يعني وبيبلع مي، ولا بده يسحب ولا داخل هلا بده شو اللي بصير؟ ما هو بيسحب التيار. هلا اكثر الحالات اللي شفناها يعني انه التيار يعني انا كنت شوفهم بعيني. نحن كنا ننزل كل فتره، بنزل انا بكل صيف بنزل على شط اللي هو اخطر شط بلبنان، هو شط الرمل البيضاء. شط الرمل البيضاء شط معروف انه تياراته كثير قويه، بصير عليه تيارات قويه، بصير عليه حالات غرق كل سنه كثير كبيره. صح. والحمد لله بسببنا خفت كثير هالحالات، لانه نحن كنا ننزل نوعي هالعالم، نقول لهم هون في تيار ما تنزلوا، التيارات بتبين كثير واضحه تحت على الرمل البيضاء. اوكي. نقول لهم هون هيدا شكله للتيار، مي شوي اكره، ما في موج، بتحسها هادي، بس هيدي عم تسحبك لبرا. طيب اذا واحد تسبح حده للتيار هو محمي؟ هلا حده للتيار ما بيأثر، يعني هو بس منطقه اللي ما فيها موج حتسحبه لبرا. هلا هو حتى لو حس انه المي عم تسحبه لبرا يسبح بمحاذاه الشاطئ ليطلع منه. طيب هو يعني ليش في شطوط فيها تيارات وشطوط لا الرمليه؟ الشط الرملي ليه اكثر شيء بيصير فيه تيارات خطره؟ لانه نحن على كتر الموج بيصير في تغير بمنطقه الرمال، يعني بصير في مثل حفر بخط الرمال. هيدي الحفره بس تعبي مي هي بسببها رح يصير في تيارات قويه، بس يمرق الموج من فوق ما يتكسر رح يصير في دفق مي لبرا. هو الاحسن القاعده اللي نحن اللي انا على طول بنصح فيها اللي بدهم ينزلوا يتسبحوا، اللي بدهم ينزلوا يمارسوا هوايه السباحه، بس يكون الهواء قوي والموج قوي ما تنزل تسبحوا. هو الهواء العامل الاساسي. الهواء هو العامل الاساسي لخربان البحر. اذا الهواء قوي لا بننزل نتصيد ولا بننزل نتسبح ولا بننزل بنغطس. الهواء هو اللي بيأثر على الهواء القوي. يعني نحن عم نحكي عن ارتفاع سرعة الهواء. ارتفاع الموج ولا لا؟ سرعة الهواء هي اللي بتؤدي لارتفاع الموج. اوكي. في ناس بتفكر انه الطقس اذا حلو، اذا شمس معناتها البحر كثير حلو يعني شوب. لا، هذا الشيء غلط. مش اذا الطقس شوب وكثير الرطوبة عالية معناتها البحر منيح بننزل نحن ما فيش خلقنا بالبحر. لا، بدنا نشوف سرعة الهواء. اذا سرعة الهواء انا بحط مينيموم 10 كيلومتر. اذا سرعة الهواء من 10 كيلومتر ونزول يعني البحر منيح. من 10 كيلومتر يعني 11 12 ببلش شوي يقوى البحر. 15 مستحيل، 15 ما بنصح حدا. طيب هون مين عم بيراقب هيدي الشطوط؟ يعني لانه في شطوط للعامه. هلا ليك الواحد يحكي المضبوط انه بلديه بيروت مشكوره كل سنه بتخصص منقذين بحريين تفرزهم لشواطئ الرمل البيضاء. حتى في غير شواطئ جبال عم شيء بيفرزوا منقذين بحريين وعندهم كفاءه. بصراحه انا شفت بعيني اكثر من مره كيف عم بيتصرفوا هالمنقذين. المنقذين ليكي بلبنان عندنا نحن كعالم البحر عندنا من اقوى البحريه بلبنان بالعالم. بحريه لبنان صحيح، هيدا ما في شك. الشطوط الصخريه او البحث هيدا ما بيصير. هلا شط البحث ممكن يصير عليه اذا تكون على كتر الموج تكون في حفره بخط الرمال او بالهيدا ممكن يصير في عليه تيارات. بس الشواطئ الصخريه بالعاده يعني 90% لا ما في. لا. طيب وخاصه اذا كانت يعني محصوره غير اذا كانت مفيده. اذا كانت مسكره، كل ما كانت مسكره كل ما كان احسن، لانه الموج عم بيتكسر برا على اذا في سنسول بوجه اذا في كسر امواج رح يتكسر الموج ما حيتولد تيارات. فهيدي امن شيء. امن شيء مثل الخليج مثلا، في خليج جوني صح. مطرح بس اذا في مطرح يتكسر الموج برا
نحن أوكي. بامان جوا. طيب كابتن، ليش هالشطوط الكبيره وطالما هالقد دايما في عليها مشاكل ما بتنعمل لها كذا سنسول مثل ما بنشوفهم مثلا بشواطئ بتكلف كثير، بتكلف كثير هيدي السناسير. بعدين هيدي بيعملوها تيعملوا موانئ بقلبها، ايه؟ لانه نحن ما فينا نطلع من، اذا مثلا عندنا مراكب صيد، مراكب الصيد بتلاحظي انت موجوده بموانئ، ما فينا نحن نجيبها من شط وننزلها لانه في موج، الموج ما حيخلينا نقدر نطلع بالمركب. بيعملوا كاسر امواج بريت الخط مطرح ما بتكسر الامواج وبتصير بتطلع على المراكب الصيد. هون على فكره بدي اوجه تحيه للدكتور نزار هاني وزير الزراعه. نحن كل شيء بخص قطاع الصيد تابع لوزاره الزراعه. الوزير نزار هاني على طول بيهتم بقصص الصياده، بقصص هالمواضيع هيدي كثير بيهتم فيها. الدكتور نزار هاني بدي اوجه له تحيه. نحن كمان من عبر الشاشه الأو تي في. طيب قد ايه بتاثر الطيارات على الملاحه؟ بتاثر على الملاحه، ما بتاثر كثير يعني، بس بتاثر اذا الانجن مطفي. ممكن التيار ياخذ البوت مطرح ما يعني مطرح ما التيار اتجاهه، لانه اتجاه التيار مرات بيكون مثلا شرقي، مرات بيكون جنوبي، مرات بيكون غربي، مرات كل حسب اتجاه الهواء هو اللي بيحدد مسار التيار. طيب واذا الشخص كان مثلا على الحسكه او هون كمان التيار بيلعب دور. التيار هون اذا كان قوي كثير عليه، يعني نحن مره اكثر من مره كان في ناس بنلاقي شباب وصبايا مثلا على حسكه، مره واحد انفقد. كان التيار كثير قوي، بس كان التيار وقتها مش لجوا للشط، كان التيار لبرا. ما هيدا قصدي، اذا طلعوا الشباب على الحسكه وصاروا بالبحر كان البحر منيح، فجاه في يقلب. فجاه كرمال هيك نحن بنقول لهم ما تبعدوا عن الشط، اعملوا كل هواياتكم البحريه، ما تبعدوا على الشط لنقدر نلاقيكم اذا صار معكم شيء. يعني نحن على طول نحن كمان بتنسيق. كمان بدي اوجه تحيه لبحريه بيروت بالجيش اللبناني، اكيد ابطال. ما في مره صار شيء ودقينا لهم لو كانوا موجودين عم بيساعدونا يعني عن جد ابطال. هن كثير بيهتموا بالقصص، حتى اذا انفقد حدا بيطلعوا بيضلوا عم بينبشوا عليه كل يوم. عمليات بحث مستمره بالجيش اللبناني، بحريه بيروت، البحريه كلها، البحريه يعني بحريه الجيش كمان على طول بتنسيق مع البحريه، على طول بيبرموا عندهم دوريات. المراكب الصغيره كمان بتتعرض لسحب وجرف من التيارات، ولا طالما انت على خشب؟ كل شيء بالمي عايم بده يمشي مع التيار، قلت لك حسب اتجاه الهواء. طب اذا انسحبت هالحسكه او هالبوت الصغير بده يصير بيقلب؟ لا ما بيقلب. هلا هون هو شطارته. هلا برا بالعاده بيكون مثلا نحن على حسكه مثلا، بده هون ساعتها هو شطارته يتعامل مع الموج. يعني انا كرمال هيك ما بنصح حدا يطلع بالحسكي بعد عن الشط. سؤال كابتن، لانه واحد وشطارته، الموجه بتطلع وبتنزل معها، يعني بتخليها تاخذك ولا لازم حسب وين، اذا على الشط ولا برا بعيد؟ على الشط دائما بنشوف اولاد عم يتشقلبوا ولا يختنقوا على الشط. شو بالحسكي يعني بتقلب بالحسكي او هو عم يسبح الولد وفي موج، ما انت اوقات في شطوط لتقطع وتصير بالمحل الرايق عندك اذا هن بتيار عذاب يعني. هون اذا هن بتيار رح يسحبهم هن والحسكي لبرا. طب اذا مش تيار في موج، الموج بالعكس، هن اذا قدفوا مع الموج رح يوصلوا اسرع. لكن دائما السباحه او التقديف لازم يكون مع الموجه، مع كسره الموجه. مع كسر والرجعه على الشط، والرجعه كمان مع يدوروا طالما في موج، طالما هن بامان. اكيد اذا هيدا في موج مرات بيكون البحر بلاطه زيت، ما في موج، هيدا كمان كثير امن السباحه فيه. ما في موج يعني ما في تيارات. بس فجأة طلع الموج، خلينا قرب من الشط، ما ضروري نبعد ونراقب نحن حركه الامواج. اذا شفنا ميه كثير عكره والرمل تحتنا عم يسحبنا كثير لورا، خلينا نبعد. طب نحن من الشط لقديش كم متر لقدام نحن محميين من كل هالامور على البحور؟ ما في، ما هو التيار ببلش من الشط، منك محمي. منك محمي. بدنا هون ننتبه نحن، بده يكون بنظرك. ايوه كرمال هيك انا بس بدي انزل على المي، اذا شفت موج قوي خلص لشو انزل اتسبح؟ بروح بتسبح مناطق ما فيها موج قوي، مناطق صخريه مسكره، او بدي انطر ليروق الموج، او اذا بدي خلص بدي اتسبح ما ببعد عن الشط وبنتبه للفراغ بين الامواج مثل الصوره اللي حطيناها هلا. هيدا الفراغ بدنا نبعد عنه. السباح الماهر كمان بيوقع اوقات ضحيه التيار. هلا السباح الماهر مفروض هو انه بيعرف شو يعني تيار، ما يقرب، بيعرف شو يعني تيار. اذا علق بالتيار بيرخي حاله. بتعرفي انت الجمله الشهيره عند الشعب اللبناني، رخي حالك بتفوش. ايه مضبوطه. هيدي الجمله الشهيره، رخي حالك بتفوش.
بنخفش مزبوطه، بنرخي حالنا شوي وما نعمل بانيك، اهم شيء ما نعمل بانيك، رخي حالنا، خلي التيار يسحبنا لورا، ما نحن عايمين على وجه المي. طيب هيدا التيار نحن حكينا عنه هلا بالمش منيح، هل يا ترى عنده فوايد قلت للبحر؟ لك الفوائد انه نحن اذا بدنا نوصل بسرعه لبرا للغمق، السبيحه مثلا او الغطيسه او مثلا راكبين الامواج بينزلوا فيه، وفوائد يوصلوا للبحر بسرعه. للطبيعه، يعني معقول له علاقه بالاسماك شو بيجي؟ ايه مزبوط. هلا في هيدي انت ذكرتيني فيها، كنت ناسيها انا هيدي، انه مرات بيقولوا انه مطرح ما في تيار بالمي كبوا قصبكم عليه، يعني كبوا الطعم هونيك بيجمع سمك. هيدي مقوله عند الصياده. والله انه انا سالته بس ما كان معي علم. انا كنت ناسيها بصراحه، بس عم بقول انه مش معقول ربنا يخلق شيء بس ليأذي. له فوائد، كل شيء له فوائد، بس بدنا نعرف كيف نتعامل معه. وله مواسم، يعني هلا نحن بموسم تيارات، لا بعدين بس يكون الهواء قوي، بس يكون الهواء قوي. بس هلا في شيء اسمه برونزات بالبحر، ببلشوا هلا اول الصيف، هول بيكون البحر كثير قوي فيهم. نحن لاحظت انت هذيك الصيفيه البحر ما هدي، البحر كان كثير قوي، البرونزات ما هديوا، كانوا كثير قوايا. شو يعني برونزات؟ البرونزات هيدي مثل عوامل طبيعيه بتصير بالبحر، بيصير البحر كثير قوي، بيجي ايام 3 ايام البحر كثير قوي، بيرجع بيهدى يومين، بيرجع بيقوى 4، له ايام له مثل. وهلا نحن فيها هيدي، نحن حنبلش فيها تقريبا، يعني بدنا ننتبه لانه هلا بعده الطقس محير، يعني اول ما تشوب الدنيا الناس كلها حتنزل على البحور. ما هو بالشتاء وبالصيف في تيارات، ما مش شرط يعني، هو بالصيف وبالشتاء في تيار، بس بدنا ننتبه نحن. انا على طول بنبر لساني مع العالم، يا عمي بكون على الشط عم بتمشى مثلا، على طول بنزل معي انا بمفاتيحي، معي صفايره، هيدي بس تاركها بمفاتيحها انا، مفاتيح السياره ومفاتيح الموتور. بشوف مثلا العالم، مثلا بشوف في تيار بده ينزل على التيار يتسبح بقلبه، بصفر له اطلع بسرعه اطلع، بنزل لعنده بفهمه، بقول له ليك شفت هون ما في امواج، المي عكره وفي مثل زبد البحر هيك خفيف، ما تنزل هون. طب كابتن تعرضت شي مره لسحب من تيار؟ ياما تعرضنا، نحن عم ننزل نشيل عالم، بنكون مثلا مرقين، ياما صايره معي في فيديوهات منزلها انا اكثر شيء على الرمله البيضاء، على الرمله البيضاء بينعل قلبي مع العالم، انه يا جماعه في تيار طلعوا من المي، ما بيطلعوا لك اطلعوا من المي. بقى اخر شيء بعيط للمنقذين البحريين، لاداره الرمل البيضاء، تحت مسبح الرمل البيضاء الشاط، طلعون يا خيي طلعون. ما هيدي الفكره، انه اليوم الشاب او الصبي بيفتكروا انه فيهم يتحدوا البحر، بينبسطوا بالموج نحن يعني بتعرفي هيدا الشيء اللي هلا هيدا انتم على فكره ضويتوا على شيء كثير مهم، انا بدي اتشكر تلفزيون الاو تي في على هالشيء عن جد، يعني انتم اول تلفزيون تطلعوا بتنبهوا العالم على التيارات البحريه، لانه هلا في عالم كثير بدها تنزل تتسبح ما عندها فكره عن التيارات، ونحن كنا اول مين حكينا عن التيارات، وانتم اول تلفزيون بلبنان بيحكي عن هالشيء، ونحن لانه بنفتكر انه ما في عنا او ما يعني بتصيبنا. هذا الشيء كثير مهم. انا شو اسمه على طول بحذر وعلى طول بقول انه يا ريت بينعمل بالمدارس باخر السنه، يعني ما هي المدارس بتخلص اول ما تبلش الصيفيه، طب خصصوا بس محاضره لكل هالتلاميذ، خبرون مع تلاميذكم انتم بدهم ينزلوا على البحر، الاساتذه، المعلمين، الطلاب، الموظفين بهالمدارس والجامعات، يعني خصصوا لو ساعه بس اخر هالسنه، تقولوا للطلاب والتلاميذ والاساتذه انه يا جماعه هلا جاي موسم الصيف، بدكم تنزلوا تتسبحوا، احكوا شوي عن مخاطر التيارات، احكوا لانه بغض النظر اذا بيعرف يسبح الولد او ما بيعرف يسبح، في ناس تتلبك. مزبوط. وفي الاولاد الصغار كمان كابتن يلي يعني بنحطهم على الشط وبننساهم. اخطر شيء، هيدي اخطر شغله، بصير لي هون قد ايه ممكن تسحب والموج، هيدي اخطر شغله ان كان بالنهر ولا ان كان بالبحر، على طول لازم الولد ما بتغفل ثانيه عين عنه، لو الولد بيعرف يتسبح يا عمي بركي علق بشي شبك، بركي علق بشي كيس بالمي مثلا، او ما هن الزلاحف عم يختنقوا بالمي، ما نحن الزلاحف اجت فتره عملنا حمله انه ما تكبوا اكياس نايلون بالمي، كيس النايلون بتفكروا قنديل بتروح لتاكلها بتختنق، طب افترضوا ولد علق براسه او علق باجره، خاف عمل بانيك غرق، لازم الاهل ما تغفل عينهم ولا ثانيه عن الولد. كابتن وقد ايه مهم تضل الام عبطته، يعني لو نحن قاعدين حده بالشط الموجه مثل الحرامه، يعني واحد كبير. انا ما بنصح الاولاد ينزلوا على البحر الا من بعد، يعني خلص 16 17 سنه اوكي، من تحت هيك ما بنصح ابدا، خذون على بيسين، خذون على كذا، او على بحر مثلا منطقه مسكره ما فيها موج، بس انه ينبسط بالموج وشبقتني الموج وكبتني الموج، بس مش
يبقوا قدام عيونهم، لانه كثير منظر بشع لما نشيل ولد غرقان من المي، كثير منظر بشع، ما بخبرك قديش بشع المنظر وشايفينه نحن لهالمنظر. وفي تم الغرق باول كم متر، يعني مش ضروري تكون بقلب البحر، يعني معقول حدا يغرق بفقش الموج على اذا ولد صغير اكيد وقلب بطل عرفان يجلس يرجع. انا ليك نحن مرق على راسنا كثير، يعني انا لي 16 سنه بالبحر. هلا مش شغلتي الاساسيه بالبحر، هي يعني انا هوايتي وعندي بوت وبسوق. وقضيه اليوم تعملها. وبس صرت كصانع محتوى عن البحر على السوشيال ميديا، صرت نبه بكل شيء، يعني صرنا نشوف اشياء بتكسر القلب. كرمال هيك صرنا نطلع نفهم على العالم يا جماعه انتبهوا، لانه منظر الولد لما يعني مره على شاطئ الرمله البيضاء 5 اولاد غرقوا. حرام. ضلينا شي 3 ايام عمليات بحث وانقاذ. وانا بدي اوجه تحيه كمان للدفاع المدني عنا نحن، الانقاذ البحري، الدفاع المدني بلبنان ابطال 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 100%. قد ما بدك ابطال. طب عمر، كصانع محتوى اليوم شو اغلب الاسئله يلي بتورد لإلك؟ بتلاقي الناس بتحب تستفسر ولا لا بتحب تشوف اكثر المخاطر؟ يعني انا كصانع محتوى عن البحر، عن كل شيء بخص البحر، بس انا برد السؤال بفيديو. بس حدا يسالني مثلا شو في عنا تحت المي، بنزل بصور لهم تحت المي. انا كثير فيديوهاتي منتشره الحمد لله، وترند تحت المي، عين المريسه، كل مناطق لبنان غاطسينها بنصور تحت المي. اذا حدا سالني مثلا كيف شكل التيار، بنزل بصور له كيف شكل التيار، ما بنكتفي بالصوره. صح. طب الغطاسين اذا كانوا تحت المي وصار في تيار شو بصير؟ هلا كغطاسين هلا كغطاسين نحن معودين عليها هالشغله، يعني في اذا كنا تحت المي بيشاهد يعني ببين في ليك او يعني ازنخ شيء نحن بالغطس بنعانيه، في شيء اسمه سيكا. سيكا بالمي، هيدي بس نكون عم نغطس مثلا نزلنا لتحت، ان كان عم نعمل سبير فيشنج او عم نصور نازلين ديسكفري عم نصور، السيكا هيدي اللي هو مثل تيار مائي بصير شو بيعمل، بخبط فينا هيك بس تحت المي. تحت المي بيصير بخبط فينا هيك. اوكي. وبس نكون عم نعمل مثلا ريلاكسيشن على وجه المي، عم نريح لنرجع نعمل نكست دايف، هون التيار بصير ببعدنا عن السبوت اللي نحن عم نغطس فيه. بس نحن يعني بتحاربوا انتم وياه بنحارب نحن التيار، بس هو موجود بالقعر يعني وقتها بتنزلوا كذا. وين ما كان في تيار بكل البحر، في تيار بيكون خفيف او بيكون هذا، في عده تيارات لها عده اشكال وعده اوجه. طب هون كمان مهم اليوم يعني، وحادثه صارت برا الغطاسين يلي انفقدوا وماتوا، هول بكهف بس هون الفكره انه قد ايه مهم يكونوا مجموعه، او الغطاس ما ينزل هو اهم قاعده بالغطس، ما تغطس لحالك، لو قد ما كنت ابدا ما تغطس لحالك. هيدي الفكره، يعني اوقات بتلاقي واحد بيطلع على باله بحط العده وبينزل مثلا. يعني اقل شيء اذا ما نحن شو بنعمل، ليش بنخلي على طول معنا خنجر بس بدنا نغطس؟ لانه في بلبنان في اهمال كثير بقصه الشباك المهمله بالمي، هيدي عم بيعلق فيها سمك بيموتوا، بيعلق فيها زلاحف، بيعلق فيها غطاس، بنعلق فيها نحن. كرمال هيك بنخلي معنا خنجر بنشيله لهيدا. عشان هيك انا بشدد على شغله، انا ما فيني اجي اشتري عده غطس وانزل اغطس بدون ما اكون عامل كورس فري دايفنج. بدي اكون ماخذ كورس ومعي لايسنس، بنزل بغطس. الكورس بحافظ على حياتي، الكورس بيقول لي كيف بدي اتعامل مع الخطر بالمي، وما حدا ينزل يسبح لحاله. قررت شاب مثلا اليوم على بكره اروح اعمل عين المريسه، روح على عين المريسه امان.